السلام عليكم احبتي في الله، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم نحضر لكم طنجيه ديال الدجاج، تتجي معلكه ولذيذه بزاف بلا فرناتشي، تتوجدوها في المنزل ديالكم بواحد الطريقه بسيطه وسهله. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. فبسم الله، تنحتاجو الدجاج. هنا اختاريت الافخاذ ديال الدجاج، يمكن تختاروا اي طرف ديال الدجاج بغيتو او الدجاجه كامله اللي حبيتو. هذه الكميه تنحتاجوا لها جوج ديال الريوس ديال الثوم. عندي هنايا جوج ليمونات مصيرات، عندي صغار، الا كانت كبيره ديروا هي ليمونه وحده. عندي هنايا سكينجبير، معلقه كبيره سكينجبير. وهنا عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير طري محكوك، الا ما كانش متوفر يمكن تستغناو عليه. عندي القليل من الفلفل الاسود اي الابزار. نستعمل هنايا الزبده تقريبا واحد جوج معالق. يمكن لكم ديروا السمن الا كنتو تتاكلوه، انا وليداتي ديما تنقولها ما تيبغيوش الريحه ديال السمن، فتندير هنا طريفه ديال الزبده. عندي هنايا الكمون حبوب معلقه كبيره. وتنحتاج كذلك الخرقوم او الكركم معلقه كبيره. عندي هنايا القزبر حبوب تا هو معلقه كبيره مطحون. وعندي هنا حبات من الهيل، تقريبا واحد 4 إلى 5 حبات ديال الهيل. وعندي هنا الملح حسب الذوق، ولكن حيت الليمون دائما مصير فخذوا بالكم من الملح. وتنحتاج كذلك بصله كبيره مقطعه على هذا الشكل هذا، كذلك زيت الزيتون. وعندي هنا الماء، نحتاج تقريبا واحد الكاس متوسط ديال الماء. فان شاء الله نستعمل انا هاد القدره ديال الطين. هذه كنت خديتها من هنا من بلجيكا، من واحد المحل تركي. فتتجي الماكله فيها روعه روعه جدا، تعطي واحد اللذه زوينه بحال الطنجيه. فهاد الوصفه بسيطه وسهله. فبسم الله تنحط الدجاج الكميه اللي عندكم. دائما تنعاودها وتنقول على حسب عدد افراد الاسره. تنستف الدجاج بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل كما تلاحظوا. من بعد تنضيف البصله فتتعطيها واحد التعليكه للمرق. فكما تلاحظوا نوضع جميع المكونات، فهي سهله وبسيطه التحضير. تنوضع الخرقوم، الا كان متوفر عندكم الزعفران شعره كان احسن، ندوبوه في شويه ديال الماء. هنا عندي القزبر حبوب اللي مطحون تقريبا معلقه كبيره. الفلفل الاسود معلقه صغيره ممسوحه يعني ما عمراش. عندي هنايا سكينجبير اي الزنجبيل، وكذلك الملح وحبة الهيل. غنضيف كذلك هنايا الزنجبيل طري محكوك، وكذلك هنا الكمون حبوب. عندي هنا الحامض مصيار اللي قطعته بهذا الشكل وحيدت له داك العظام اللي تيكونوا فيه. وكذلك نضيف ثوم تنخليه هكاك صاين. وفي الاخير نضيف الزبده، الا كنتو تتفضلوا السمن ديروا السمن. ثم زيت الزيتون، نوضع هنايا تقريبا واحد نصف كأس من زيت الزيتون. ومن بعد نضيف الماء كما سبق ذكرت واحد الكاس. فكما تلاحظون المكونات كاملة
هاد تشوفوني كيفاش تنحرك غير بهاد الطريقة فقط، نحركو لا بمعلقة الخشب لا والو، فقط بهاد الطريقة هادي، ونغطيها. هنا نستعين بهاد الورق ديال الفرن، واحد الخيط بهذا الشكل هذا، المهم بحال الطنجية بحال اللي تنحضروها في المغرب، فهي ان شاء الله توجد طنجية من قلب بلجيكا، فكل شيء موجود الحمد لله. وتلف هذا الورق بهذا الشكل هذا باش منين نوضعوها فوق النار ما يتحرقش، بهذه الطريقة البسيطة كما تلاحظوا. وكذلك تجي جميلة حتى في المنظر. فما تصوروش اللذة اللي تتجي في هاد الأطباق اللي تتحضر في هاد القدرة أو الطنجية أو كما سميتوها، تتجي رائعة. ودابا تنغطيها بهاد الغطاء ديالها ونوضعها فوق النار. ضروري نديرو تحت من هاد القدرة أو هاد الطنجية واحد الحديدة من التحت، ونديرو لها عافية مهيلة ونخليوها طيب على خاطرها حتى تطيب وتتعلك وتتجي شهوة منها. كما تلاحظوا كيفاش جات معلكة وغزالة. ما شهيتكم فيها سمحولي. نتمنى هاد الطريقة السهلة والبسيطة تنال الإعجاب ديالكم. كما تلاحظوا المريقة خاترة والدجاج يا سلام. فشكرا على المشاهدة أحبتي، في أمان الله، بالصحة والراحة.